يعني كان في بس تعليق كده ان بيسالوني بيقولوا لي عمر جابر ايه اسباب خروجه من القايمه؟ ان عمر جوكر، ممكن بيلعب باك رايت، بيلعب هاف ديفندر، بيلعب تحت الفراوده، بيلعب جناح. ما انا عندي الاجابه ان عمر كان الفتره الاخيره اعترض اكتر من مره على مستر فييرا لما كان بيقعد احتياطي في الدوري. فمستر فييرا خلاه ماشي من المنتخب. ايه اللي خلاه؟ انت عارف معنى لعيب تخسره في المنتخب؟ لعيب اساسي في نادي الزمالك تبقى انت اساسي، تبقى انت السبب المباشر ان هو يستبعد من المنتخب وما يلعبش وما يقلعش. ما فييرا هو السبب ان عمر جابر استبعد من المنتخب. فعمر كان برضو كان في اكتر من مره كده رد فعل في التدريب، وكان يعني زعلان شويه وكده. فاعتقد النهارده ان عمر في ماتش زي النهارده اعتقد ان هو جوكر، يعني على دكه البدلاء ممكن يستخدمه، لكن هي حته من مستر فييرا او حاجه قرصه ودن كده من مستر فييرا اعتقد، يعني من وجهه نظري. والله ممكن تكون زي ما انت بتقول يا كريم، بس انا ما اعتقدش ان في مدرب عنده، يعني انت عارف دلوقتي من سمات نادي الزمالك من الاول مره نادي الزمالك من فتره طويله جدا من سنين، يعني يبقى عنده البديل اللي بره، ما بقولش الاحتياطي، تقيل، دكه تقيل. في فرق بين البديل والاحتياطي. اللعيب البديل زيه زي اللي جوه بالظبط، بس ما يقدرش يلعب 12 لعيب ولا 13، القانون بيقول 11. فاي واحد، احنا النهارده الاختلافات اللي حصلت في وجهات النظر بيننا وبين بعض، ده اجمل جول نادي الزمالك جابه السنه دي على فكره. عمر جابر. الاختلافات كابتن زيزو جون في احمد جعفر برضه كان هايل، يعني الهجمه مرتده على اصولها، اللي هو المباراه بتاعت فيتا كلوب بتاعت صبري رحيل واحمد حسن واحمد جعفر. الفينش بتاعه كان حلو قوي، يعني برضه ده دوري دي قراءه لبعضيهم ده في لعب كل حاجه غير مباشر كتير يعني، واخد بالك. فعايز اقول ان النهارده في بس مدربين ما بتحبش اللعيب يعني يعبر عن غضبه او يكشر له او أنا بقول لك ده يتكلم في عدم اللعب. بص يا كريم، ده قد يكون جزء زي ما انت بتتكلم كده من السيناريو. يعني يبقى عامل بيمثل مثلا 20%، مش هقول لك مش موجود، ممكن. انما انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على النهارده اللعيبه نفسها. يعني احنا ممكن نتناول الموضوع ده بالتحليل ونقعد ونعيد ونزيد فيه امتى. لو في فرق كبير قوي قوي ما بين عمر جابر مثلا كلاعب موجود وما بين اللعيبه يلعب محله النهارده مثلا. انما على ذلك انا يعني انا يمكن انا مش قصدي ان عمر يبدا، يعني حتى لو قاعد احتياطي برضه هو حاجه استراتيجيه، او لعيب بقدر جوكر العبه في اكتر من مركز. ما هو موجود احتياطي، لا هو بره خالص، بره ما انا بقول لحضرتك هو بره ال 18، هو واسلام عوض واحمد توفيق. قد يكون عنده اصابه واحنا ما نعرفش. مش عارف، انا اعرف يعني الحاجات اللي كانت في الفتره يعني. انما ممكن بقى السبب اللي هو انت بتتكلم عنه ده، بدل ما يبقى 20% عشان قاعد احتياطي، يبقى زياده شويه 40-50% علشان مثلا معترض. قد يكون هذا يعني. ما انا بقول كده. انا عايز بس اقول حاجه بالنسبه للمباراه بشكل عام. الجمهور مع الرطوبه مع الصلابه بتاعه الملعب، بصرف النظر ان هي مستويه، مع صعوبه الماتش، مع عدد المتفرجين اللي موجود، دي في حد ذاتها هتعمل نوع من الارهاق لعيبه نادي الزمالك. من هنا عايزه نوع من التنظيم لبذل الجهد اثناء المباراه، لان الرطوبه العاليه بتخرج عرق كتير، الاملاح بتقل في الجسم، وبالتالي الكرامبات ممكن تكتر لو انت مسرف في عمليه بذل الجهد. من هنا وجود عدد من اللعيبه اللي هي ممكن تبقى بديله بشكل جيد، ده هيبقى مهم قوي لاي فريق. التغييرات الاضطراريه ممكن تكلف اي فريق. فانا اعتقد ان اقول لحضرتك الدكه بالظبط مين. الزمالك احمد الشناوي في حراسه المرمى، حماده طلبه، احمد مجدي، حازم امام، اليكسيس موندومو، احمد عيد عبد الملك، واحمد جعفر. دول قائمه الزمالك. هقولهم تاني: الشناوي، حماده طلبه، احمد مجدي، حازم امام، اليكسيس موندومو، احمد عيد عبد الملك، واحمد جعفر. هي طبعا قويه جدا. برضه ما تنساش في نقطه برضه نحب نقولها هنا. النادي الزمالك اما تيجي تفكر انت كمدرب ومدير فني، بيبقى في اهداف استراتيجيه مش اي حد يشوفها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ببني تيم، البناء لازم يبقى مستمر حتى بعد ما بقى عندي 17 او 15 او 16 لعيب بقوا مجهزين. انت يمكن برضو هيثم اتكلم في نقطه، النادي الاسماعيلي النهارده بيعاني لمجرد 2-3 اللي اصيبوا واللي توقف واللي مثلا غاب عن الماتشات اللي فاتت دي، فبدا يتاثر. انا كنادي كبير زي نادي الزمالك، مطلوب مني العب في 3-4 بطولات، مطلوب مني ان انا اسعى ان انا اكسب ال3 بطولات او ال4 بطولات لغايه اما يوفق في 2 أو 3 أو 1 حسب، انما ابقى بطل في النهايه. عشان ابقى بطل في النهايه لابد ان انا يكون عندي عدد يكفي من اللعيبه اللي تقدر تجيب لي البطوله.
وده ما يتحققش الا اذا كان اللعيب اللي هو بيصاب لعيب غيره بيحل محله بنفس الكفاءه. اللعيب اللي هو البديل بيبقى ليه وضع تكتيكي بيضيف لي حاجه للفرقه. من هنا انا شايف ان ممكن جدا يكون السبب ان مثلا النهارده عايز يدي الفرصه لمندوم يكون موجود عشان يبتدي يشركه. هو ضامن عمر جمال مثلا، عمر جابر عمر بس هو النهارده مباراه صعود او عدم صعود، فبرضه يعني المفروض بيدفع بكل اسلحته. ما هو بس هو في موقف، يعني انا متاكد من بص انا معلش انا بتكلم ناحيه فنيه برؤيه فنيه تماما. مندومه ممكن يكون ليه دور النهارده، ممكن جدا يجي في وقت من الاوقات يكون بيلعب ب4 لعيبه في نص الملعب. او عارف اللعبه فين يا كابتن زيزو؟ في احمد مجدي وحماده طلبه. هو احمد مجدي عنده يعني برضه مواصفات الجوكر، انه يلعب هاف ديفندر، يلعب باك ليفت، بقاله سنه ما بيلعبش سيرد باك. ما هو حماده طلبه نفس القصه. ما هو عنده اثنين. بقول لك يعني حماده طلبه واحمد مجدي. يعني انت بتحل المشكله بمشكلتين. لا بس الحل ممكن يجي بحاجه ثانيه. يعني الحل ممكن عندك عبد الشافي ممكن يبقى يلعب باك ليفت، وواحد ينزل نص الملعب. عندك لعيب مثلا زي ما هيثم قال كده، سمير يلعب مساك او سيرد باك. فانا شايف ان دي ما فيهاش صعوبه. من دومه نفسه على فكره ممكن بيلعب سيرد باك. انا متاكد بيلعب الستايل الفني بتاعه صح. انا ما اعرفش، لا بيلعب سيرد باك، بيلعب سيرد باك بتاعه انا ممكن جدا احكم عليه ان قدراته تسمح انه يلعب في هذا المكان. عموما في الاول وفي الاخر الاجتهادات كلها في الاراء اللي هي بتتقال قبل الماتشات اللي بيحددها 90 دقيقه ال90 دقيقه صح. فنتمنى ان احنا يعني نكون موفقين ان شاء الله. وهو عنده اكتر من يعني عنده 4-5 على الدكه. يعني مثلا حازم امام تغييره كويس، احمد عيد تغييره كويس، احمد جعفر تغييره كويس، حازم امام هيبقى ليه دور على فكره في الماتش. اعتقد انا متوقع ان حازم يكون له في الماتش. يعني في نقطه مهمه جدا، انت عندك لعيب في منتخب مصر عندك خلاف بينه وبينه. انا النهارده بيكون عندي لعيب وعنده بيني وبينه مشكله وخلاف، انا ما احرمش امكانيات اللعيب وقدراته احرم الفرقه منها ازاي؟ يعني مين قال كده؟ واحرم اللعيب من المنتخب. يعني واحد في منتخب مصر استبعده ليه؟ يعني حتى لو بيني وبينه خلاف، هنا لازم مجلس الاداره يتدخل. عمر جابر لعيب في المنتخب كان بيلعب لعيب اساسي، برادلي بيلعبه، انت في لحظه شلته خالص بره المنتخب. هنا هي دي مشكله. هي النهارده المشاكل بالمدربين ما تاثرش على وجود اللعيبه في المنتخب. كل ما عدد لعيبه نادي الزمالك بيزيد في المنتخب كل ما ثقه لعيبه نادي الزمالك بتزيد. لكن النهارده اللعيب يبقى المدرب السبب ان اللعيب يستبعد من المنتخب،